محتارة والميزانية خربانة، يبقى لازم تشوف الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال دايما يا رب. زي ما انتوا عارفين يا حبايبي، النهارده بقى موعدنا الاسبوعي، بقدم لكم المنيو 7 اكلات مختلفة طول الاسبوع. قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا نصلي بينا على النبي وحطوا اللايك يا حبايب قلبي، وكومنت حلو كده زيكم. هنسمي الله وندخل على الفيديو بتاعنا. النهارده بقى اول يوم يا حبايب قلبي في المنيو. احنا عملنا كشري اللي هو رز بعدس، وعملنا طبق سلطه وسلقنا بيض. وده كان اول يوم في المنيو بتاعنا يا حبايب قلبي. اكلنا واتبسطنا الحمد لله، كلها نعمه، ربنا يديمها علينا. بس طبعا احنا اخر الشهر والدنيا خربانه معانا خالص، فعملنا المنيو البسيط ده. والله يا حبايب قلبي عدى الاسبوع على خير ما شاء الله. وتاني يوم عملنا بقى طبق بطاطس وطبق بيض وطبق جبنة على طماطم وجبنة وفول. وبرضه قضينا حبايب قلبي، احنا طبعا مفلسين اخر الشهر. شوفوا الفيديو ده هتستفيدوا منه والله يا حبايب قلبي. برضه يعني ما حرمناش الولاد برضه من حاجة، وكلها ايام بتعدي، ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. فعملنا زي ما انتوا شايفين الغدا ده، غدا اتغدينا كده برضه واتعشينا والله يا حبايب قلبي. طبعا انتوا عارفين في الصيف كل واحد بيشرب ميه كتير، فالاكل بتاعنا بسيط فما شاء الله. عملنا الاكل الخفيف ده تاني يوم وعديناه. واليوم اللي بعده بقى عملنا اكل برضو وقضيناها كده والله باكل بسيط برضو. عملنا طبق مكرونه وعملنا بيض وعملنا برضو طبق سلطه ما شاء الله. وعدينا اليوم والله يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله. مكرونه بالصلصه اهي، وطبق سلطه وطبق بيض، وكلها يعني اكلات حلوه والله. الاكلات دي انا ما عملتهاش من زمان، بس قلت بقى الاسبوع ده لازم اقضيه كده ونجرب ونشوف. احنا كل يوم ناكل لحوم وناكل فراخ، زهقنا والله يا حبايب قلبي. قلت نمشيها بقى، طبعا احنا اخر الشهر والميزانيه مخرمه معانا، فقضيناها برضو باكل حلو والله. ما فيش يعني برضو مغذي، يعني المكرونه حلوه والبيض حلو والسلطه برضو كويسه ما شاء الله. ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. والله احنا احسن يعني من غيرنا كتير ما شاء الله. واليوم اللي بعده قلنا بقى نفكها يا حبايب قلبي. كان عندي صدر فرخة، عملتها كفتة فراخ زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، وطبق رز وسلطة ومخلل. وقضينا اليوم ما شاء الله عليه جميلة جدا، وطعمها اجمل والله يا حبايبي. انا جربتها عجبتني جدا، جميلة وطحينة اهي ومخلل ورز. وكان يوم ما شاء الله عليه. قلنا بقى نفكها، مش كل يوم نعمل مكرونة وكشري، لا قلنا بقى نفكها اليوم ده. عملنا بالصدر ده صدر فرخة واحد، مش كلفنا كتير. عملنا بيه طبق الكفتة الجميل ده ما شاء الله. وعملنا رز ابيض، وعدى اليوم الجميل بتاعنا يا حبايب قلبي. وكلها من نعمة يا حبايبي. لو وصلتوا معايا لحد هنا حطوا اللايك. وبقى فكناها اليوم ده يا حبايب قلبي، عملنا طبق محشي ورق عنب وفراخ ما شاء الله عليه. المحشي الورق العنب ده اكلتنا المفضله، دايما بعمله على طول وبكتر منه، لان كلنا بنحب محشي ورق العنب ما شاء الله. وسويت فرخه وحمرتها زي ما انتم شايفين. وطبعا لسه الشوربه هحط شوربه ومخلل برضو، وعامله طبق سلطه. بس انا قلت اصور الاكل ده عشان تشوفوا برضو النهارده اكلنا ايه يا حبايب قلبي. ولو وصلتوا معايا لحد هنا حطوا اللايك ودعموني كده وفرحوني باللايك وبالاشتراك. المشاهدات واقعة خالص يا حبايبي، يلا بقى فرحوني وادعموني كده وكبروني عشان قناتي دي تكبر. وهنا عملنا بقى طبق سمك برضو، وعملنا طبق رز، وكان عندي سمكتين بوري شويتهم. ومقضينا برضو اليوم والله يا حبايب قلبي زي ما انتوا عارفين كلها نعمة ما شاء الله. وكان السمك جميل جدا وطعمه حلو خالص. وده اخر يوم في المنيو بتاعنا الجميل. وبكده خلصت المنيو بتاعي يا حبايب قلبي. احنا قضينا فيه اكلة سمك واكلة فراخ ما شاء الله، وعدى الاسبوع على خير. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.